السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. النهارده عاملين اكله تنفع، هي طبق جانبي معروف هناك في الشام، لكن احنا عامليناه برضو ينفع وجبه. زي ما انتم شايفين حولته زي شاورما كده. هي فته، يعني زي ما بنقول فتة الشاورما كده، لا هي فتة البتنجان والبطاطس بالصوص ابيض وصوص احمر، الاتنين بيبقوا ميكس مع بعض. بس بجد حاجه شياكه قيمه حلوه قوي. وكمان ممكن نعمل فيها اللحوم لو احنا حابين، بس دي ارداحي. بسم الله ونبتدي بقى. المقادير بتاعتنا: بنجيب كيلو او نص كيلو بتنجان رومي، او كيلو زي ما انتم عايزين. اللي قدامكم ده نص كيلو. هنقطعه شرايح بالطول، وبعد كده هنقطعه مكعبات صغيره، وبنقطعه شرايح بالطول علشان ما يشربش مننا زيت كتير. وكمان بنمسكه نحط عليه الملح ونسيبه على بقى ما نحطه كده في الملح ونسيبه في مصفى عشان ينزل الميه بتاعته. هبتدي اجهز بقيه الحاجه بتاعتي. ده عيش لبناني عربي شامي ايا كان، بنجيبه نفتحه اتنين كده اهو، بنفصل الوش عن الظهر، ونبتدي نقطعه مره بالطول ومره بالعرض، اللي هو يبقى ايه زي مكعبات كده ايه صغيره، ونقطعها كلها. طبعا خدت كام واحده كده، عملت كام واحده رول كده مع واحده زي بابيون كده، اللي هي يعني فاكرين المروحه اللي كنا بنلعب بيها واحنا صغيرين. هو نفس الموضوع كده. وحطيتهم في الستيكس الصغيره دي، ويتقلوا عادي بالستيكس زي ما هم في الزيت ويبقوا يتشالوا. قطعنا بطاطس مكعبات صغيره، حاولوا تقطعوها صغيره على قد ما تقدروا. وبرضه هتتقلي، كل دول هيتقلوا. طبعا انا كل ده حاطه البتنجان بتاعي في الملح عشان يقعد ينزل الميه بتاعته. بعد كده خلصت قلي خلاص، وصفيت الميه من البتنجان. هبتدي اعمل الصلصه. الصلصه بقى عباره عن ايه؟ دول حوالي معلقتين من الزيت، فصين او 3 توم مفرومين، وهبتدي اشوحهم كاني بالظبط بعمل صلصه الفته العاديه بتاعتنا المصريه. وبعد اول ما ياخدوا اللون الذهبي ده، اروح نازله عليهم بملح وفلفل ومشوحاهم كلهم مع بعض، ريحه التوابل تطلع معايا. هنزل بعصير من الطماطم متصفي، و يعني معاكم ربع لتر نص لتر زي ما تحبوا. كده كده لو اتبقى منها هتنفعنا نستخدمها عادي، لان ما بيتحطش عليها غير دبس الرمان، ومش هيكون مؤثر قوي، بالعكس ده هيبقى مدي طعم حلو كده. وكمان هنضيف عليها معلقه كبيره من صلصه البرطمانات علشان تعزز اللون وتديني الطعم. الاصل الوصفه ان الصلصه دي لازم تكون تقيله شويه، لكن انا ما حبيتش انها تكون تقيله لسبب: انا عايزه ارشها فتبقى صيصه كده معايا. تاني حاجه احطها على الرز فيبقى في زي سائل كده موجود، اللي هو حاجات طويله. الرز برضو معايا تبقى ايه، كاني بالظبط باكل حاجه إيه، باكل خضار بالصلصه. نيجي بقى للصوص الابيض. الصوص الابيض ده عباره، انا جايبه هنا علبتين من الزبادي العاديين دول اللي هم 105 جرام. معاكم من ربع نص كوبايه من الطحينه. طبعا الطحينه انا عاملاها في البيت، او لو طحينه جاهزه زي ما انتم عايزين من السوبر ماركت او السرجه يعني. وحط عليها كمان فص ثوم، وحط عليها كمان ملح وخل وليمون، معلقه كبيره ومعلقه كبيره. وظبطت الملح بتاعها، لو لقيناها هي هتبقى تقيله فهنبتدي نحط معلقه من الميه، بس عايزين الميه تبقى سخنه لسبب: عايزين الثوم يعني الميه السخنه تسويه شويه، فما يبقاش طعمه طالع كده معانا. انا هنا بقى عملت ايه او بقول ايه هنا؟ بقول ان انا الاول حمرت البطاطس، وبعد كده البتنجان، واخر حاجه العيش. ليه بقى؟ علشان عايزه العيش ياخد نكهه البطاطس والبتنجان، فما لما نيجي ناكل ما نحسش ان في فرق. هعمل بقى ايه هنا؟ اولا اديني بص، الميه اللي نزلت من البتنجان انا خليتها لكم في الاخر عشان تشوفوها. شايفين؟ طبعا كل ده بيفرق معانا في الزيت. انا بقى حطيت طبقه من العيش، وبعد كده بتنجان وبطاطس. ممكن على فكره تستغنوا عن البطاطس وتعملوها بتنجان بس براحتكم، بس انا عندي جزء بيحب بطاطس وجزء بيحب بتنجان، فعملت الميكس. وبعد كده هحط من الصوص الابيض، وبعد كده هنحط من الصوص الاحمر. هو الاصل بتاع الوصفه برضو ان بيتحط العيش والبتنجان، وهو بتنجان الوصفه الاصليه بتنجان بس. حط البتنجان وعليه الصوص كله كده مره واحده، بس انا ما حبيتش. ليه؟ علشان انا حابه ان انا عشان احطها معاها رز، لان انا قلت لكم انها بتبقى طبق جانبي، انما هنا انا عاملاها اكله. فممكن حد بيبقى عايز يزود صوص، لا حد عايز يقلل صوص، فخلينا في الوسط اللي هو لا كتير قوي ولا مليان قوي. دي حاجه. بعد كده رحت عامله طبقه تانية من البطاطس والبتنجان، عشان انا عايزه بس ايه، يبقى كله شارب يعني الصوص ده ينزل على العيش تحت، فبرضه يبقى العيش واخد معايا من الطعم بتاعنا. وبرضه مش هحط كتير، اللي عايز يزود اللي حابب كده يعني. انا ايه، بودي كل الاطراف. الوصفه الاصليه بيتحط فيها لحمه مفرومه وحمص. احنا هنا ما بناكلش الحمص، بنسلقه عادي يعني، بس بنحطه، بس احنا هنا ما بناكلوش فما حطيتوش بصراحه. واللحمه المفرومه انا كده كده كنت عاملاها اقتصاديه، يعني عاملاها ارداحي. لكن هي الوصفة الأصلية بنعصج لحمة وبنحطها نرشها كده على الفتة بتاعتنا.
وبعد كده هبتدي اهو زي ما انتم شايفين احط الصوص كده برضو على خفيف. وعملت رز اصفر، لو عندنا رز بسمتي نعمله عادي، لو رز عادي بتاعنا كده نعمله رز عادي من الرز بتاعنا. اهو ادي الطبق بتاعنا، على فكرة شكله جميل جدا شكلا وطعما يعني. اما خدت اول معلقة منها كده، ودي اول مرة اعملها بصراحة، اما خدت اول معلقة منها كده اللي هو يعني انا رحت لحتة تانية ورجعت من حتة تانية، في تناغم كده ما بينهم، يعني الصوص الابيض مع الصوص الاحمر مع البتنجان مع البطاطس، لا روعة. كمان الرز الاصفر ضاف اضافة هايلة جدا. اتمنى الفكرة تكون وصلتكم والفيديو يكون عجبكم. سلام عليكم.